أعزائي مشاهدين موقع وجريدة المصدر نيوز، احنا معاكم من مهرجان ماستر ايجيبت برئاسة محمد البحيري وهند البحيري، ومعانا أحد ضيوف المهرجان الفنان محمود فارس. أهلا بيك. اهلا بيك يا لميس، والمصدر منور المهرجان. أولا مبروك على التكريم طبعا. حابين نعرف أنت اتحمست لإيه لما دعوك للمهرجان؟ والله هم لما قالوا لي انه بيعملوا مهرجان وفي تكريم، فانا بحب يعني بحب اشارك مع الناس. يعني عموما انا اي حد بيقول لي على حاجه لطيفه انا بحب اعملها، لان ده بيبسط الناس وبالتالي ببقى انا كمان مبسوط. طب انت حضرت سيزون من الفور سيزونز اللي فاتوا؟ لا، انا اول مره باجي المهرجان وان شاء الله مش اخر مره. طب شايف ايه المميز اللي كان في المهرجان؟ والله انا شايف انه المميز انه اغلب الناس شباب لطاف ودمهم خفيف وطموحين. ربنا يخليكم والله. زي ما انت شايفه شباب. وروح الشباب دي انا بحبها، ودايما اي فعاليه فيها شباب انا بحب اشارك. هو مهرجان مهم بصراحه، لان هو بيشجع كمان الشباب وبيخليهم يستمروا في الاعمال والمشاريع اللي هم بيعملوها. دي حقيقه. طيب قول لنا، انت يعني المهرجان بالنسبه لك، هل انت حضرت مثلا قبل كده مهرجانات ولا ايه حاجه مختلفه فيه مثلا؟ لا يعني بقى اكيد بحضر مهرجانات كتيره. اخرها كان مهرجان كان يعني السينما، لان انا ممثل وبحب الافلام، فكنت في مهرجان كان في شهر مايو اللي فات. طب حابب توجه كلمه لمحمد البحيري وهند البحيري رؤساء المهرجان؟ بالتوفيق استاذ محمد البحيري واستاذه هند، ودايما في نجاح ان شاء الله. ان شاء الله. اخر حاجه بقى توجه كلمه لموقع وجريده المصدر نيوز. المصدر نيوز انتم متميزين، واعتقد مش اول مره بسجل معاكم. كنتوا ضيوف عندنا في لوكيشن الفيلم الجديد، وعندي دعوه مفتوحه من المصدر ان انا ازوركم ان شاء الله. كل التوفيق والنجاح يا رب. شكرا، اتشرفت بيك. شكرا. كانت معكم لميس خالد من موقع وجريده المصدر نيوز.